لو بتفكر تبدأ رحلتك على يوتيوب، في سؤال مهم جدا لازم تقف عنده. سؤال ممكن يكون هو الفرق بين إنك تنجح أو للأسف تضيع سنين من مجهودك على الفاضي. في الشرح ده هنوضح القرار اللي هيحدد مسيرتك كلها. هل أنت صانع محتوى ولا مقدم خدمات؟ السؤال المحوري كله هو ده: هل هدفك إنك تتعلم يوتيوب ولا هدفك إنك تشتغل بيوتيوب؟ ممكن للوهلة الأولى تحس إن الجملتين شبه بعض، لكن الحقيقة إن دول عالمين مختلفين تماماً، وكل عالم فيهم ليه طريق وقواعد لعب مختلفة خالص. واللخبطة بين الطريقين دول بالذات هي أكبر فخ بيخلي ناس كتير جدا للأسف تضيع سنين من عمرها ومجهودها وطاقتها من غير ما توصل لأي نتيجة حقيقية وملموسة. وعشان كده النهاردة هنفصص كل طريق لوحده عشان الصورة تبقى واضحة وتقدر تختار الأنسب ليك. تمام؟ يلا بينا نبدأ بالطريق الأول، طريق صانع المحتوى أو الكرييتر. هنا احنا بنتكلم عن الشخص اللي قرر يبني المشروع بتاعه بعلامته التجارية الخاصة وباصص لقدام برؤية طويلة المدى. اللي بيختار السكة دي محتاج يكتسب مجموعة مهارات متكاملة. يعني بنتكلم عن كل حاجة تقريبا، من أول ما يأسس القناة نفسها وإزاي يطلع بأفكار محتوى مبتكرة ويكتب لها سكريبتات، وبعدين يتعلم أساسيات المونتاج، وطبعا لازم يفهم كويس قوي في SEO عشان فيديوهاته توصل للجمهور الصح. الهدف النهائي هنا هو بناء كيان كامل، مش مجرد قناة ناجحة وخلاص. لا، الأهم من ده هو بناء علامة تجارية شخصية قوية أو البيرسونال براند. ده هو الأصل الأغلى ليك على المدى الطويل واللي هيكمل معاك. ولكن هنا بيظهر التحدي الحقيقي، الحتة اللي ناس كتير بتقع فيها. تحقيق الربح مش بيحصل بين يوم وليلة، الموضوع رحلة طويلة ومحتاجة صبر غير عادي. المسار ده بيتطلب نفس طويل جدا واستمرارية من غير يأس عشان بس تبدأ تشوف أول نتيجة لمجهودك. ودلوقتي خلينا نروح للطريق التاني وهو مختلف تماماً، طريق المتخصص أو السبيشاليست. هنا بقى اللعبة بتتغير خالص، والتركيز بيتحول من بناء مشروعك الخاص لتحقيق دخل مباشر عن طريق تقديم خبرتك كخدمة للغير. المتخصص ده بيقدم خدمات محددة ومطلوبة جدا في سوق اليوتيوب، زي مثلا مونتاج الفيديوهات بشكل احترافي، أو إدارة القنوات بالكامل لناس تانية، أو كتابة سكريبتات قوية، أو تصميم صور مصغرة تشد العين، أو حتى إدارة الفيديوهات القصيرة زي الشورتس والريلز اللي بقت مهمة جدا دلوقتي. وهنا بقى بتيجي النقطة الجوهرية اللي بتميز الطريق ده. الهدف الأساسي هو تحقيق دخل مادي سريع وفوري. مش محتاج تستنى شهور وسنين عشان تبني قناة وتكبرها، لا، انت ممكن تبدأ تكسب فلوس من أول خدمة بتقدمها. طيب، عشان الصورة تبقى واضحة تماما، تعالوا نحط الطريقين دول وش لوش في مقارنة مباشرة، عشان ده هيساعد كل واحد فينا يحدد ايه الأنسب لوضعه الحالي. بصوا كده معايا، صانع المحتوى بيبني مشروع طويل الأمد، لكن المتخصص بيركز على دخل مادي سريع. الأول محتاج صبر واستمرارية، والتاني محتاج يمسك مهارة واحدة ويتقنها تماما عشان يقدمها في السوق. الهوية كمان مختلفة خالص، الأول بيبني براند شخصي وقناة باسمه، والتاني بيشتغل مع عملاء وصناع محتوى. وأخيرا نقطة المخاطرة، ودي مهمة جدا. مع صانع المحتوى المخاطرة أعلى لأن النجاح مش مضمون ومحتاج وقت، لكن مع المتخصص المخاطرة أقل بكتير لأن في مقابل مادي مباشر ومضمون قصاد الخدمة اللي بيقدمها. طيب، بعد ما شفنا الفروقات الكبيرة دي، أكيد السؤال اللي في بالكم دلوقتي: إيه هي أذكى طريقة للبداية؟ المحترفين نفسهم بيعملوا إيه؟ هنا بقى بتيجي الاستراتيجية اللي بتجمع أفضل ما في العالمين. القرار الذكي بيعتمد بشكل كامل على وضعك انت دلوقتي. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك بكل صراحة هو: أنا أولوياتي إيه في اللحظة اللي أنا فيها دي؟ والإجابة واضحة ومباشرة. لو أولوياتك دلوقتي هي إنك محتاج تحقق دخل سريع، يبقى أفضل طريق ليك هو إنك تشتغل بيوتيوب وتقدم خدماتك. أما لو عندك الوقت والرفاهية المادية والنفسية إنك تبني مشروع للمستقبل، يبقى كل تركيزك لازم يكون على إنك تتعلم يوتيوب وتبني قناتك الخاصة. وده بيوصلنا للسيناريو الأذكى على الإطلاق، الاستراتيجية اللي بتغير المعادلة كلها. ابدأ الأول بإنك تشتغل بيوتيوب، اتقن مهارة، قدم خدماتك، واعمل لنفسك مصدر دخل ثابت ومستقر. وبعد ما تحقق الأمان المادي ده، استخدم الدخل ده عشان تمول رحلتك في بناء قناتك الخاصة، بس المرة دي هتبنيها بصبر ومن غير أي ضغط مادي. والحقيقة اللي يمكن ناس كتير مش بتقولها هي إن أغلب أصحاب القنوات الكبيرة اللي بنشوفهم ناجحين النهاردة هم نفسهم بدأوا بالطريقة دي. اشتغلوا الأول مع ناس تانية، فهموا السوق والصناعة دي من جوه، وبعد ما اكتسبوا الخبرة والفلوس بنوا قنواتهم الخاصة ونجحوا فيها نجاح ساحق. في النهاية مهم جدا نستوعب إن يوتيوب ما بقاش مجرد حلم أو هواية، دي بقت صناعة حقيقية، اقتصاد كامل، وليها مسارات مهنية واضحة ومربحة جدا للي بيعرف إزاي يتحرك فيها بذكاء وتخطيط. ودلوقتي الدور عليكم. بعد الشرح ده شاركونا في التعليقات، انتوا ميالين أكتر لأنهي مسار في الوقت الحالي؟ مسار البناء كصانع محتوى
ولا مسار تقديم الخدمات كمتخصص؟ كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.